السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كي دايرين؟ اش اخباركم؟ اموركم بخير؟ الحمد لله. نتمنى نلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال وفي صحه جيده ان شاء الله. الا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي ما تنسينيش من اللايك ديالك واشتراك الا جات على خاطرك، وإلا عجبتك القناه ديالي، وشكرا لك بزاف. نبداو الفيديو ديالنا. غادي نشوف معكم، غادي نشارك معكم هذاك الشيء اللي وجدت اليوم. درت واحد الرفيسه واعره زوينه بالطريقه ديالي، كتجي واعره بزاف، خطيره، وفي نفس الوقت سهله، يعني ما فيهاش يعني تعقيدات ولا شي حاجه، مهم زوينه. المهم انا الرفيسه ديالي كتعجبني، ما عرفتش علاش، كتجي زوينه وكتجي بنينه، ما تشبعوش منها. وغنشارك معكم واحد الكلاص حتى هو اقتصادي وبنين بنين. ما الصراحه ما عمري مازال ما كليت بحال هذا الكلاص هذا اللي كنوجد، زعما احسن منه ما عمري ما شفت بحاله. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وكيف قلت لكم اللي عجبها الفيديو ما تبخلش عليا باللايك ديالها، وشكرا لكم بزاف. هنا بديت بهذا هاد البوطه هذه، نقيتها بالخلطه اللي كنت فايت ليا شاركتها معكم، ديال داك البخاخ اللي كديري فيه نص كاس ديال الخل ونص كاس الماء وصابونه الماعن. كتخلطي مزيان وكترشيها على اي حاجه، سواء بحال هكا داك اللافابو ولا شي حاجه ديال الدجاج ولا شي حاجه ديال اي حاجه فيها شي طبعه، راه كتنقي مزيان، كتنقي مزيان. غير انك رشي وخليها واحد 5 دقائق، عاد عاودي رجعي حيدي، كتلقاي كلشي تهز، كلشي يعني داكشي اللي كيكون لاصق وهذا ما كتعيش معاه في الحكان ولا شي حاجه، صافي وكدوزي عليه زويفه هو تنقى. هادشي اللي كاين. ايوا هنا الرفيسه غادي نبداوها هنا عندي شويه ديال الدجاج، كما كان عندكم بلدي ولا الرومي، اللي يكون مغسول ومنقي مزيان، ويكون بات في الثلاجه على الاقل ليله واحده. كيف قلت لكم الدجاج ضروري يكون بايت ليله واحده على الاقل في الثلاجه، باش كتمشي ديك الزفوره ديالو ما كتجيكمش الرفيسه فيها ريحه الزفوريه. هادشي اللي كاين. صافي كتاخدي داك الدجاج ديالك بعد ما طلق، درت عليه واحد 2 بصلات مشلضات ولا مشنفات، ولا المهم قطعيهم على كما حبات خاطرك. ودرت شويه ديال العدس يكون مغسول، غير شويه، يكون تقريبا واحد نص كاس ديال الفول حتى هو يكون مغسول. ودرت العطريه، سكنجبير، البزار، خرقوم، شنو اخر مازال، واحد الملعقه كبيره ديال الحلبه، ودرت شويه زيت العود وشويه الزيت النباتيه، ودرت شويه ديال السمن، الملحه. هادشي اللي درت، وصافي وخليها تشحر على خاطرها مزيان حتى كتهبط لكم ديك البصله، وكيدخل داك القوام في داك الدجاج وداك الشيء، عاد كتمرقوها. صافي هنا العجينه عجنتها الصباح بكري بعد ما تلقات لي، ودرتها في بلاستيكه. درت نص ديال الفينو ونص ديال الفورس والملحه، وعجنتها بالماء بارد. صافي هادشي اللي كاين. بعد ما تلقات ليا درتها في بلاستيكه حتى تلقات وطرخات مزيان، وصافي. وهنا دزت نبدا نورق ونطلقها. صراحه هذه الطريقه هذه اللي انا كندير ما كتحتاجش واحد الوقيف بزاف ولا هذا، دغيا دغيا. ما عرفتش انا وقتاش ساليتها، واخا مع التصوير ومع هذا، دغيا دغيا وجدتها. صافي هنا بعد ما شحرت هذيك الدجاج وداك اللحم وداك الشيء مزيان في هذيك العطريه اللي درت، دابا كتزيدي الماء الكافي، عينك ميزانك على حساب الدجاج وعلى حساب افراد العائله، يعني نتوما واش كثار ولا قلال في الدار. المهم هنا درت شويه ديال الزعفران الحر. المهم هادشي، هاد العطريه هذه اللي انا درت هي، وزدت شويه ديال الثومه، راه كما شفتوا في الاول درت الثومه، غير نسيت ما ذكرتهاش معكم. انا ملي كتكون خاصني حاجه واحده من هادشي راه ما تنديرهاش، حيت اي حاجه كتكمل الاخرى وكتزيد تبنن اكثر. ملي كيكون ناقصني غير الزعفران الحر ولا الحلبه ولا الثومه ولا ما تنديرهاش، ولا شي حاجه في العطريه. بالنسبه للعطريه راه سكينجبير كديروا شويه بكميه زايده، بحال ما دابا سكنجبير راه درت 2 معالق صغار، البزار غير شويه ماشي بزاف. ايوا صافي. والخرقوم راه عينك ميزانك على حساب اللون هذا. صافي. بالنسبه للتوريق ديال هذا المسمن هذا،
راه كندير انا بالاستعانه، كنستعن بهذاك الورق ديال الطبخ باش كتجيني رقيقه ومورقه، وكتجيني يعني على قياس واحد، وما ما كتكمش ليك دوك التكامش وداكشي كيكونوا في الاخير كتلقايهم قاصحين، وهذا من الجناب كيخصك تحيدي داكشي اللي قاصح. هنا راه ما تيضيعش لك ملي كديري هذا الورق هذا ديال الزبده، تيجيك ساهل في الهزان وما كتحتاجيش اللي يشد معاك ولا هذا. هادشي اللي راه وزائد حاجه واحده اخرى، راه الزيت ما تندهنش المقله هكا كل مره وقت ما درت الورقه ندهن، لا، تندهنها في الاول الاولانيه اللي كندير صافي. يعني نتوما كيف كتشوفوا معايا ما كندهنش هذيك اللي كنديرها، كنزيدها تنطيبها نيشان، كيجي المسمن ناشف، وماشي ناشف ناشف، يعني عادي عادي. ديك كثرت الزيوتات وهذا غير كضر غير في المعده ديالك وصافي. ما كتعرفي واش كتاكلي في التريد ولا في الرفيسه، ولا كتاكلي، حنا راه كنقولوا ليه التريد. حنا كنقولوا التريد وكاين تيقول الرفيسه، المهم على حسب عاوتاني المناطق وهذا. هادشي اللي كيف قلت لكم انا ما تعجبنيش يكون مزيت. كاين المسمن اللي كيبان لك كله غرقان زيت، يعني هذاك ما مسمن ما والو، ما تيعجبنيش وما تيشربش لك مزيان المرقه ديالك، راه ما تتشربش مزيان ملي كتسقيها. ملي كتبداي تسقي ما ديك الزيت راه المهم ما عرفتش، انا ما تعجبني هاد الطريقه ديالي هي اللي كتعجبني، منها اقتصاديه ومنها اقتصاديه تاع على هذا، يعني تاع على الصحه ديالك راه تتكون شويه ناقصه ضرر. هادشي اللي كنكمل بحال هاد الشكل هذا، راه ساهل. استعنوا بورق الطبخ، ما عندكم ما تخافوا منه، ماشي بحال هزيتو بيديكم هكا زعما غير عشوائيا ولحتوها، كتجي يا اما هي هذيك يا اما كتجيك دايره صافي. كملت الكميه كما قلت لكم، طريقه سهله. دغيا كملتها، ما عرفتش وقتاش كملتها صراحه، دغيا وجدتها للغدا. هادشي اللي جات لذيذه وبنينه، ما تشبعوش منها، نتمنى تجربوها. عندي هاد الكلاص هذا خطير بدون مبالغه، راه ما يمكنش جربوه. انا ما تنديروش انا بالكريم شونتي عندك الغبره، ما تنديروش بها، ما كيجيش بنين بحال هاد الكريمه هذه السائله. تناخذها من بيماني تنوريكم. راه كتستعمل في الانواع ديال المعجنات وهذا كصوص مالحه. هي ماشي مالحه، هي راه مسوسه زعما في المملحات راه كتستعمل، ولكن الا بغيتي تستعمليها هكا لشي حلوه ديال الكريم ولا الكلاص ولا شي حاجه كتزيدي عليها السكر وصافي، نفس النتيجه يعني ديال هذا. ولكن راه بنينه لذيذه، ما عرفتش كيفاش. انا هذه هي باش كنخدم، لا في الحلويات ديال اعياد الميلاد وهذا، لا في هاد الكلاصات هادو ولا هادشي هذا. المهم في اي حاجه كنحتاج فيها هاد الكريمه، راه هاد النوع هذا هو اللي كنستعمل. هادشي اللي كنجيبها تقريبا بشي 8 دراهم، فيها تقريبا كاس ديال العنبه. هاد الشكيره هادي كتعمر لك كاس ديال العنبه. هادشي اللي صافي. من بعد ما طلعتها زدتها تقريبا زدتها 4 المعالق ديال السكر سنيده، اللي هي كاس لاروب تقريبا. كل باكيه ديال الكريمه درت فيها 2 معالق ديال سنيده. هادشي اللي صافي. ومن بعد ما طلعتها بالطراب زدت هاد الدانيت كراميل. بغيتي ديروا دانيت نوع اخر ديروه شوكولا ولا شي حاجه اخرى، المهم هذا راه كيزيد حتى هو واحد المذاق زوين. كيعجبني انا هاد الدانيت هذا ديال الكراميل. وزدت شويه ديال الكراميل كما شفتو نيت، وزدت شويه ديال الكركاع مهرمش، ولا ديروا اللوز كاوكاو اللي عندكم ديال المكسرات، وشويه ديال الزبيب مقطع. ما تصوروش هاد الاضافات هادو شنو كيزيدوا. ما المهم انا هاد الكلاص هذا طوب. عمري ما غاديش نقول لكم بحال ديال المحلات كيقولوا، ولكن هذا حسن من ديال المحلات. جربوا باش تعرفوا اشنو علاش كندوي. هادشي اللي وخذوا المول اللي عندك، خذي المول اللي عندك. بيتي انا عندي هذا الطويل هذا، عندك السيركل ديريه، عندك مربع، عندك المهم انت اللي كيف ما بغيتي انت يجيك الكلاص على اي شكل ديري المول اللي عندك ديري. ايوا صافي هادشي اللي وغادي نخويه هنايا. عاوتاني درت الورق ديال الزبده، راه ما تيلصق ما والو، تيجي ساهل في الحلان ديالو. من بعد ما كيجمد تيجيك ساهل باش تحيديه. باش ديري بابي سلوفان ديريه، ولا شي بلاستيكه تكون نقيه وجديده ديريها. ايوا صافي هادشي اللي وكتوزعي الخليط ديالك ولا الكلاص ديالك على المول مزيان، تحاولي تساويه مزيان باش ما يجيك العوج لا والو، يجيك مزيان في هذا في الحطه ديالو. راه كيجي زوين، نتمنى تجربوه. عرفتو كي تيجي خطير خطير خطير.
راه ما تشبعوش منه، لا الكبار لا الصغار، خلاص الصغار خلاص. المهم هذا الشيء اللي كاين، وتيطيح رخيص. المهم هاد الكلاصه راه تقريبا ما كاملاش 20 درهم، غادي يكون ما كاملش 20 درهم باش طلع ليا. وصافي هادشي اللي كاين، وزائد البنه ديالو راه ما عندها ثمن، داك المذاق ديالو راه ما تفكريش مازال شحال باش غيطلع ولا شي حاجه، راه كيجي لذيذ وبنين، غديريه مره غادي تعاوديه وتعاودي. ولكن بهاد الكريمه هذه اللي انا وريتكم كتجي بنينه. هادشي اللي كاين. والرفيسه ديالي هي هذه، بعد ما طابت غادي نسقيها، راه كتجي حتى هي واعره. تبعوا غير الطريقه، راه كتجي لذيذه. كيف قلت لكم، راه حاجه وحده الا ما عنديش راه ما كنديرهاش. علاش؟ حيت كنخاف لما تجينيش كامله البنه وداك المذاق اللي انا بغيت نوصل ليه. الا ما عندكش غير حاجه وحده راه ما نضمنش لك. ضروري بعدا من السمن والزعفران الحر والثومه وشويه ديال الحلبه، هادو ملي كتجمعيهم في هاد الرفيسه هادي راه ما يمكنش، راه خطر، كيجي واحد المذاق يا سلام. واخا عمرك ما تكوني كليتيها غتعجبك. هادشي اللي كاين. صافي هنا كما شفتوا هذا هو الغدا ديالي ديال اليوم. جربوها، انا متاكده غتعجبكم. هادشي اللي كاين. واللي عجبها الفيديو ديالي ديال اليوم ما تنسينيش اختي، وما تبخليش عليا باللايك ديالك. الله يجازيك بخير، فضلا منك وليس امرا، ما كايناش شي حاجه بزاف. ايوا صافي هادشي اللي كاين. ايوا هنا هذا هو الكلاص ديالي. ما يمكنش دابا انا فاش كندير دابا المونتاج راه حنا كلينا هاد الكلاص وسالينا معاه، وكنتخيل داك المذاق وديك البنه ديالو. راه ما عرفتش كيفاش غادي نوصلها لكم بشي طريقه اخرى من غير هادي، وما كايناش. هادشي اللي كاين. ما عليكم غير تجربوا. التزيين راه كيبقى على حسب داكشي اللي عندك، اولا ما تزينيه كاع راه كيجي بنين، كيجي بنين. انا رشيته بهاد شويه ديال الكركاع مهرمش، وشويه ديال اللوز، وشويه ديال هاد الفرميسيل كانت عندي. صافي، وكتقطعي بحال هكا طريفات بحال الشكل ديال الكيك، وكتقدميه في الطبيصلات مع المعالق وهذا. وبالصحه والراحه. وما تنسونيش من اللايك ديالكم. الله يجازيكم بخير. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.